اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض الممبار. ازاي انت تنضفيه، وازاي ان انت تحشيه بطريقه سهله جدا من غير قمع ولا اي حاجه. تمام. لان بشوف ناس بتعمله بقمع كده وعشان تبدا ان هي تحشيه. ده مش محتاج، احنا مش محتاجين القمع عشان نحشيه يعني. هنعمله بطريقه سهله وبسيطه وان شاء الله يعجبكم. طبعا قبل اي حاجه فضلا وليس امرا، حطي لي اللايك بتاعك واشتركي في القناه عشان يوصل لك كل جديد انا بعمله. دلوقتي انا معايا الممبار بتاعه زي ما انتم شايفين، انا مقطعاه. بصوا، انا مقطعه الحجم اللي انت عايزاه. عايزه تصغري عن كده مفيش مشكله، عايزه تكبري عن كده مفيش مشكله. تمام. بس انا عامله كده عشان لو كش كمان معايا ما يكشش قوي. انا دلوقتي عملت ايه؟ الممبار بيبقى فيه دهون من بره ودهون من جوه. على قد ما تقدري تشيلي الدهون بالراحه اهي زي دي كده. على قد ما تقدري تشيلي الدهون بالراحه عشان الممبار بتبقى الجلده رقيقه، عشان ما تتخرمش منك او تتقطع منك. تمام كده زي ما انتم شايفين. زي ما انا قلت لك هتبداي ان انت تقلبيه وتشيلي الجلد من جوه، وتبداي ان انت يعني تقلبيه ازاي؟ تقلبيه كده. تمام. وتشيلي الجلد من جوه، وتشيلي برضو لو عليه نسبة دهون من بره او من جوه تشيليه. تمام اهوت. وكمان انا عاملاه غسلاه بخل وبليمون زي ما انتم شايفين، قشر الليمون اهوت، ليمونتين اهو. ده قيمة كيلو ممبار. تمام. بس عشان انا بعد ما غسلته بقى، وبعد ما غسلته وقطعته كده بالشكل ده معايا. تمام كده اهو. طبعا بالراحه زي ما انا قلت لكم عشان الجلده بتبقى لو اتخرمت خلاص كده الممباره مش هتبقى باظت منك، مش هتعرفي ان انت تحشيها. تمام. طبعا بعد ما غسلتها بخل وليمون فضلت سايبه فيها قشر الليمون كده، وحطها في حاجه عشان تتصفى اهي. الميه اللي فيها نازله هي نظيفه خالص اهي. هنقوم جايين عاملينها كده في الحوض. الميه اللي فيها نضيفه خالص لان بتغسليه وتشدفيه. بتفضلي بقى تاخدي كده وتدعكي كده في بعضه، وبشويه ملح ايه، خل وملح وليمون، وبتظبطي الدنيا. تمام. طبعا هركنه كده بقى على جنب، ويلا بينا نشوف هنعمل الخلطه بتاعتنا ازاي. كده بقى حبايبي زي ما انتم شايفين، طبعا انا حطيت معلقه سمنه، وحاطه معلقتين زيت، معلقه سمنه كبيره ومعلقتين زيت ذره. لو انت حابه تحطي اي نوع زيت عندك حطي، مفيش مشكله. ان شاء الله حتى المتوفر عندك الزيت بتاع التموين مفيش مشكله، المتوفر عندك اشتغلي بيه. طبعا في الغلا واللي احنا فيه ده اللي متوفر عندك اشتغلي بيه. اي نوع سمنه عندك، سمنه فلاحي، سمنه اللي هي الجنه، روابي، كريستال، اي نوع سمنه عندك. تمام. انا دلوقتي حطيت معلقه سمنه وحطيت معلقتين زيت، ومعايا بصلتين كده كبار زي ما انتم شايفين. طبعا مش منعماهم قوي لان بصله المحشي ما هو خلطه المحشي هي خلطه الممبار، يعني انا بسميها هي خلطه واحده اللي انا بعملها. خلطه المحشي يعني عموما ما بحبش انعم فيها البصلايه قوي، عشان البصله تبقى باينه كمان في الاكل وبتدي لها طعم جميل، غير ما بتفرموها قوي في الكبه. يعني في ناس بتفرمها قوي زي الكفته كده، زي بصله الكفته كده لما بتعمليها بتبقى ناعمه قوي قوي قوي. لا، ما بتبقاش بصراحه حلوه. زي ما بتقطعي البصلايه كده انا مقطعها على ايدي. حاولي برضو، مش عايزه اكبرها كده، انا عاملها على ايدك عن كده. تمام. طبعا انا ما بحمرش البصلايه زي ما انتم عارفين. معايا هنا فلفل رومي، قرن فلفل رومي كبير اهوت، مقطعاه منعماه. هنزل عليه بالبصلايه ياخد له تشويحه كده اهو. زي ما انتم عارفين انا ما بحمرش البصلايه، انا بدبلها بس اهو. خلطه يعني الفلفل اللي انت تنزلي بيه على البصل كده، على فكره خطوه جميله جدا وبتحلي الاكل بطريقه يعني مش قادره اقول لكم بصراحه. تفضلي انت بقى ايه، تقلبي كده. طبعا خلطة الممبار ليها كام خطوة، يعني انا بعملها زي خلطة المحشي بتاعي. تمام. في ناس بتعملها ازاي؟ بتسبك الصلصة عادي، وتقوم جاية شايلاه وحطها على الرز والخضرة ومش عارف ايه، من غير ما بتشوح الرز على النار. لا، انا بحب ان انا اسبك الصلصه واحط الرز برضو على النار، وتفضلي تقلبي عشان تشوحي البصلايه، بحيث لما تيجي الممبار يستوي معاكي يكون مفلفل.
او المحشي حتى اما بيجي يستوي معاكي بيكون مفلفل، الرزايه بتاعتها بتكون مفلفله بتبقى جميله. كل ما بتشوحي فيها كل ما بتاخدش كمان وقت معاكي في السوى، وكل ما بتبقى مفلفله معاكي. تمام، كل ما بتاخدش وقت معاكي في السوى، ما بتاخدش وقت خالص على فكره في السوى، وقت قليل. تمام، وكمان بتاخد بتبقى مفلفله وبتبقى حلوه. تمام كده. في ناس بيجيبوا صلصة عادية خالص، صلصة طماطم، بس بتكون النوع نضيف شوية، مبيبقاش الصلصة العادية، بتبقى نوع نضيف شوية وما بتسبكش ولا اي حاجة. بتجيب برطمان الصلصة وتفضيه وتحط الرز برضو زي ما انا قلتلكوا في بولة كده، فوق رز ورز والخضرة بتاعتك والشبت والبقدونس والحاجات دي كلها والتوابل بتاعتك ومش عارفة، تقوم جاية مقلباها في بعضها ني في ني، بتعملها ني في ني. تمام، لو انتوا حابين ان انا اعمل لكم الطريقه ديت يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات واحنا نجربها مع بعض. طبعا البصلايه كده عندي خلاص، انا مش هشوحها تاني. معايا هنا الطماطم بتاعتي اهو، بسم الله الرحمن الرحيم، هبدا ان انا انزل بيها اهو، بق ميه صغير خالص اهو، وتبداي ترجيه كده وتنزلي بيه اهو. الطماطم بتاعتي بقى هسيبها ان هي تتسبك، وبعد ما تتسبك هنزل بها بالرز زي ما انا قلت لكم، وابدا ان انا اشوح فيه وبالخضره معايا، واحط التوابل بتاعتي، وابدا بعد كده احشي الممبار بتاعي. انا ما الصلصه تتسبك معايا هنشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. استنوني ما تروحوش في اي حته. كده بقى حبايبي زي ما انتم شايفين الصلصه اهي اتسبكت معايا. اما تلاقي السمن بتاعتك او الزيت ظهر على الوش كده يبقى هي اتسبكت معاكي. تمام كده. دلوقتي بقى هنحط البهارات مع بعض. ايه توابل بقى المحشي او توابل الممبار؟ معايا هنا معلقه كبيره، معلقه من اللي احنا بناكل بيها، معلقه كبيره من الكمون، ومعلقه كبيره كزبره، معلقه صغيره ملح، نص معلقه صغيره سكر عشان الحموضه عشان الصلصه. معايا هنا ربع معلقه صغيره من جوز الطيب المطحونه زي ما اهي، زي ما انتم شايفين. معايا هنا معلقه صغيره فلفل اسمر، معايا مكعبين ماجي. تمام، هبدا احط كده التوابل بتاعتي واقلبها زي ما انتم شايفين كده اهو. طبعا بقى الملح بتدوقيه وبتشوفيه مظبوط ولا ايه. هنبدا بقى دلوقتي نحط الرز بتاعنا اهو، طبعا غاسلينه ومصفيينه اهو، زي ما انتم شايفين اهو ناشف معاكم خالص اهو. طبعا ايدينا نظيفه وغاسلينها، مجرد اصلا ما نخش المطبخ كل شويه بنغسل ايدينا زي ما انتم متعودين. هبدا بقى دلوقتي اقلب الرز بتاعي اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا حبايبي نسمي الله كده على طول واحنا بنعمل، يعني مجرد ما نعمل اي حاجه نسمي الله، هتلاقي كل حاجه ربنا بييسرها لنا كده اهو. الرز بتاعي اهو، ده حوالي كيلو رز. طبعا ان بقى رز معايا تشيليه في الفريزر، ما تيجي تعملي تاني تقومي جايه ايه مستخدماه، او ممكن تسويه لاطفالك يعني بشويه شوربه كده اهوت وتسويه اهو. طبعا كده ما شاء الله الصلصه معايا متعادله اهي مع الرز، يعني الطماطم كويسه مش محتاجه طماطم تاني اهو. مره على مره هتعرفي بالنظر بتعادلي بقى ايه حاجتك وتشوفي بالنظر. ندوق كده الرز بتاعنا مظبوط، بس عايز سنة ملح صغيرة. طبعا بقلل النار شوية عشان الرز يتشوح معايا، لان انا كنت موطيه خالص، لان انا عايزه الرز يتشوح زي ما انتوا عارفين. كل ما الرز بيتشوح معانا بيبقى بياخدش وقت في السوا، بقى مفلفل معانا. طبعا عايزين نحط ملح، برطمان الملح اهوت
بس كده. وطبعا انت حسب الحاجه بتحبيها مظبوطه او بتحبيها ملحها زياده، يعني انت شايفاه. شوفوا زي ما انتم شايفين اهو بيتشوح ازاي، ما شاء الله جميل جدا. نمسح بقى كده طرطشه الصلصه بتاعتي. معايا هنا بقى ايه خضره المحشي، معايا كزبره وبقدونس وشبت، معايا ربطتين اهمت كبار ما شاء الله. هنزل بقى بيهم. طبعا المحشي والممبار اي خلطه محشي عموما بتحتاج الخضره بتاعتها كتير. اه طبعا الخضره ليه بنحطها في الاخر؟ عشان تفضل مصحصحه معاكي كده وانتي بتقلبيها، ما تتبلش معاكي على النار. فاهميني؟ اهو ما تتبلش معاكي على النار، بتفضلي كده، تفضلي بسم الله الرحمن الرحيم تفضلي تقلبي كده اهو. اهو كده خلاص هطفي كده زي ما انتم شايفين. وهبدأ بقى ان انا انقله في بولة تانية واحشي الممبار بتاعي. يلا بينا نشوف هنحشيه ازاي. كده بقى حبايبي ده الرز بتاعي اهوت قلبته في البولة، ومعايا هنا الممبار شلته طبعا منه الليمون، والطبق ده عشان اللي احشي الممبار فيه احطه فيه. يلا بينا نشوف هنحشي الممبار ازاي. معايا هنا واحدة ممبراية اهو. هبدأ ان انا بصوا انا عايزة اوريكم اهو. هبدأ ان انا افتحها كده بسم الله الرحمن الرحيم اهو. وهعمل ايه؟ بفتحها كده وببدأ ان انا احشي اهو. تمسكي كده بالصابعين دول كده، والحته دي الفاضيه دي طبعا الرز سخن اهو. اهو بسم الله الرحمن الرحيم بتبدأي تحشي اهو زي ما انتم شايفين، وتبدأي تنزلي الرز اهو. طبعا ما بتحشوش ان انت تكبسيه، هوريكم دلوقتي ازاي برضو عشان البنات اللي لسه مبتدئه في دخول المطبخ. طبعا الرز سخن جدا مش قادره اقول لكم اهو. بصوا بتبدأي بصوا طبعا ما بتعملوش لحد، يعني بتخلي فيه فرق كده من البوز ده كده تمام. ما تعملوش لحد لحد البوز التاني، يعني ما تخليش البوز التاني طالع منه رز. تسيبي سنتي او 2 سنتي فيه. بصوا كمان حاجة بسيطة اهو. بصوا تبداي اهو. بصوا مهوية منه خالص الرز اهو اهو. مش اللي انتي ملياه عشان تكبسيه، لا يعني هو فاضي اصلا يعتبر. بصوا مهوي مهوي من جوه. وتقومي جايه حاطه الممباريه بتاعتك. ناخد واحده تانية بسم الله اهو. طبعا انا بوريكم كام واحده كده وانا بحشيها معاكم، وبعد كده هفصل واكمل الباقي ونشوف احنا بنسويه مع بعض اهو. تبداي تنزلي بالرز بتاعك بحيث ما يبقاش مملي في حته واحده. طبعا مفيش اسهل من كده اهو. الرز بقى لو انت مش مستعجله ممكن تسيبيه ده معاكي. على فكره انا بشوف ان الطريقه دي اسهل من القمع، يعني ما فيهوش اي حاجه بجد والله العظيم. مش عشان حاجه يعني، بس في ناس عندها القمع اسهل تفهميني. بس انا بقى
لسه بقى على ما تجيبي القمع وتركبيه في بوز الممباريه. بصوا هتبداي توزعي كده الرز اهو. طبعا زي ما قلت لكم بتسيبي سنتي او 2 سنتي من فوق اهو من تحت اهو. نضفيه كده من الرز اهو. نبدا ان احنا نحط. هعمل معاكم كمان واحده وبعد كده هفصل واكمل انا الكميه اللي معايا. وفي ناس بتجيب ازازه وتقطعها وتعملها ببوز الازازه كده، انتوا فاهمين اهو. ما تمليش الممباريه قوي عشان ما تفرقعش معاكي، هتفرقع معاكي انتي بتسويها. بصوا اهو بصوا اهو. تنضفي الرز اللي عليه. ده شكل اهو الممبار اللي انا عملته. هخلص الكميه اللي معايا وارجع لكم تاني. كده بقى حبايبي زي ما انتم شايفين خلصت كميه الممبار بتاعتي اهي اهي زي ما انتم شايفين. معايا هنا بقى حله على النار فيها بصلايه طماطمايه وورق لوري وشويه كمون وشويه ملح. هو ده اللي انا بحطه في الميه بتاعتي بتاع السليق. طبعا الميه بادئه انها تغلي، مش عايزينها تغلي قوي عشان الممبار ما يفرقعش معانا. بنمسك الممباريه كده زي ما انتم شايفين من الطرف ده والطرف ده، ونقوم جايين مسمين الله وسقطينها في الميه بتاعتنا اهي. تمام. طبعا زي ما انا قلت لكم الميه بادئه ان هي تغلي، يعني هي سخنه دلوقتي وبادئه ان هي تغلي زي ما انتم شايفين. مش عايزينها وهي بتغلي قوي عشان الممبار اول ما ينزل ما ياخدش الصدمه ويقوم جاي مفرقع معانا. طبعا انتوا لو تشوفوا الممبار بيتلوى من او زي ما انتم شايفين كده بيكش، بيبدا يكش كده شويه وبيتعمل البوز بتاعه بيبدا ان هو يتني يخش لجوه يعني اهو. بتحطي بالراحه ما ترميش لان هو ما بيستحملش. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومجرد ما يغلي غلوتين تقومي جايه موسطنه النار وسايباه ان هو يستوي. تهدي النار شويه حسب البوتاجاز بتاعك يعني وحسب استعمالك اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزه تحطي حبهان مفيش مشكله في الشوربه. عايزه تحطي شويه توابل شويه فلفل اسمر اللي انت عايزاه. تمام اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. كده خلاص كميه الممبار اللي معايا خلصت. زي ما انتم شايفين اهي بدأ ان هي تغلي. هبدأ ان انا يعني هسيبها تغلي كده غلوتين وهدي عليها النار لحد ما تستوي، واول ما تستوي هنشوفها مع بعض. بصوا بقى حبايبي زي ما انتم شايفين الممبار اهو تستوى معايا. بتعرفيه منين؟ بتطلعي شويه رز كده بالراحه وتلاقيه استوى معاكي. طبعا بنصفيه وبنطلعه في طبق اهو. طبعا في فرقع مني. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. بصوا اصلا هخلص بقى اطلعه كله نشيله كده وارجع لكم تاني. كده بقى حبايبي ده الممبار معايا بعد ما طلع. طبعا في فرقع مني. ايه سبب الفرقعه؟ ايه سبب الفرقعه ان هو فرقع مني؟ ان انا يعني سيت عليه شويه، فاهمين؟ يعني سيبته هو ما مش عايز يفضل في الميه. هو حسب طبعا ما بيستوي، بس النوع ده ممبار صغير فمش عايز يقعد كتير في الميه. تمام. فانتوا تاخدوا بالكم من نقطه زي دي. مجرد ما يغلي غلوتين تقوموا جاي موطيه عليه وتتابعيه على طول اول باول.
ده كده الممبار معايا. ان شاء الله بقى هوريكم واحنا بنحمره واحنا بنقدمه. خليكم معايا. كده بقى يا حبايبي ده شكل الممبار اللي بقليه معايا، وطبعا لسه بقلي بقيه الكميه زي ما انتم شايفين. شفتوا جماله؟ يا رب يكون الفيديو عجبكم وينول اعجابكم. اشوفكم فيديوهات كتير على خير، ومع السلامه. يا رب يا ريت تجربوه بنفس الطريقه دي، ان شاء الله يعجبكم. مع السلامه.